كان يا مكان ولا يحلى كلام الا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ملخصنا النهارده يا جماعه الفيلم هندي اكشن اسمه ايجل. بتبدا حكايتنا يا جماعه وبنشوف بطل حكايتنا ايجل في القصر بتاعه، والمكان جميل جدا. ودول تبع حمله انتخابيه لعضو المجلس، بيوزعوا ورق دعايه بقى للحمله، ومحدش فتح ليهم البوابه. قام المعلم ده حادف الورقه جوه، راح النسر ماسك الرمح وقام شمطه في القله. وده عضو المجلس جاله واحد من المافيا الدولية بيقول له أنا عاوز أشتري الأرض اللي على التل اللي فيها مصنع القطن ده وقصر البطل بتاعنا يا جماعة. ليه بقى؟ لأن تحتها مادة نادرة اسمها البوكاست، وهديك 3 مليار دولار. وصاحبنا ده بيقول له العضو المجلس بلاش، ده صاحبها راجل جامد. قام عضو المجلس قال له الفلوس بتعمل كل حاجة، اسكت انت ما تعرفش حاجة. وهنا عرف ايجل اللي حصل، وراح لبتاع المافيا وقتل كل رجالته لحد ما وصل للمعلم. ولما وصل للمعلم قام الراجل بايس على ايده لما عرف اللي عمله. الله يخليك سيبني، انا مش ههوب اصلا يمة الهند تاني. قال له النسر بلاش تصحوا البركان اللي هيحرقكم كلكم. وراح الراجل بتاع المافيا متصل بعضو المجلس وقال له انسى موضوع الارض. هل بقى عضو المجلس ده يسكت؟ لا، خدته الشجاعة وراح على بيت النسر وقال له انا هدفع لك كتير، ويا عم كان على الفلاحين هنديهم تلفزيون مع طبق دش وهيسكت. قال له النسر الفلاحين بتاكل من الارض، ولكن البوكاست بتاعك مش هياكلهم. انا العضو اتاخد كده وقال له ها هو انت عارف؟ قال له انا عارف، وبلاش تفتح الموضوع تاني بدل ما النار تحرقك انت وكل اهل القرية كمان. ولكن يا جماعة بعد فترة بنشوف ان القصر والمكان اتحول من الاخضر للخراب ده، والموضوع مردوم عليه ومحدش بيتكلم. ولكن اللي هيفجر الكلام والحكاية واللي حصل هو الصحفية دي. لايك بقى لذيذ واشتراك، وتعالوا نعرف ايه اللي حصل والبطل ايجل اختفى ازاي. وهنا بنشوف الصحفية في السوق، شافت قطعة قماش يا جماعة جميلة جدا، قالوا لها دي اجود انواع القطن، جاي من الهند من مصنع واحد بس، ولكنه قفل من سنة والحكومة اصلا مش بتدعمه. عملت مقال عن الموضوع، يعني ازاي القطن الهندي ما فيش حد بيدعم، والدنيا اتقلبت في الحكومة، ورئيس الوزراء قال لهم قفلوا على الموضوع بسرعة. وبالفعل راحت الشرطة وقفلت الجريدة، والصحفية ما سكتتش، راحت على الهند عشان تشوف الحكاية، لقت المكان خراب زي ما انتوا شايفين. سألت الضابط خاف يتكلم وراح طاردها، راحت لعضو المجلس وحصل له كده. والراجل ده حكى لها الحته بتاع عضو المجلس وموضوع البوكاست، وقررت هنا تسال عن البوكاست. وهي راكبه الاتوبيس رايحه تسال، بيجي وراها الضابط ده لما عرفوا انها هتسال عن الحكايه، وخدها المكان غرفه عمليات شكلها مهجوره. قالت له انت جايبني هنا عشان تقبض عليا عشان بدات اسال عن البوكاست، وممكن حد من رؤسائك يكون متورط في الحكايه دي ويتحبس؟ قال لها لا، اللي انت بتدوري عليه اكبر من موضوع البوكاست. اللي كان ساكن التل ده هو اكتر مجرم مطلوب في العالم كله، ايجل. وبيقول لها ان مديرة المخابرات بتاعته كانت طلبته عشان مهمة صعبة جدا، وهي البحث عن ايجل، عشان خلال الشهر الماضي كان في شحنتين سلاح متهربين على الحدود، ولكن في شخص قدر يقتلهم وياخد 2 حاوية محملة بالسلاح، والرصاصة دي اسمها السهم الاسود، وهي اتضربت على الناس دي من بعد 800 متر بالرغم من قوة الرياح في الوقت ده. ومحدش يقدر يعمل كده غير قناص واحد بس في العالم كله وهو ايجل. وبتقول له ان استولى على كمية اسلحة من المهربين دي تكفي لتجهيز دولة كاملة في حرب، وكلفته انه يروح اوروبا يشوف ليه ايجل ساب شغله هناك ووصل الهند وبيعمل الحاجات ديت. وبالفعل راح الضابط ده لواحد من معارفه يسأل على ايجل، ولكن الراجل خاف اول ما قال الاسم، وخده على مكان محصن يعرف يرد عليه، لانه متوقع ان ايجل ممكن يكون موجود في اي مكان ويموته. وقام قايل له النسر بينفذ عملياته ازاي. قال له يعني لو حد عاوز يتصل بالنسر عشان ينفذ له اي عملية يبقى عن طريق الجرايد. طب ازاي؟ قال له انك تقول او تكتب في الجرايد انا عاوز رسام، وتكتب شوية ارقام كده اللي هي بتبقى احداثيات المكان اللي هتتقابلوا فيه، ولو النسر وافق اصلا انه يقوم بالعملية بيروح ويخلص. وراح الضابط قال للمديرة بتاعة الشرطة بتاعته الكلام ده، وبالفعل بعد فترة فضلوا مستنيين لحد ان حد يعني يقول انا عاوز رسام، لحد ما لقوا اعلان وراقبوا المكان لحد ما راحت الشحنة لمكان ايجل على التل. بكده عرفنا ان النسر هو اللي كان بيعمل العمليات ديت وبيسرق الاسلحة
الاسلحه دي من المهربين دول. وراح الضابط قايل لها خلاص يعني ايجل دلوقتي مات في الانفجار اللي حصل في التل، وبلاش تفتح الموضوع تاني عشان ناس كتير ما تتاذيش. بس البت تسكت لا، واحنا برضو عاوزين نعرف بقيه الحكايه، لايك واشتراك بقى كده ويلا نكمل. راحت البنت للمدرسة دي لواحدة اسمها بادمان، يعني كان ليها علاقة بالقصة، وتريها كانت مع جماعة إرهابية، وبيقولوا من ساعة ما إيجل ده جه سرق مننا 12 شحنة سلاح فيها 10,000 قطعة سلاح، وعلينا القبض على هذا اللعين بأي طريقة. وقال لها إن هو حط جهاز تتبع في الشحنة بتاع السلاح ديت، وتأكد إن السلاح في القصر، وراحت على إنها عاوزة شغل يا جماعة. كده عرفنا ان بادمة ديت تبع الجماعات المسلمة، ودخلت كأنها خدامة عشان تعرف مكان الأسلحة فين بالظبط جوه القصر. وفي ليلة المهرجان هتحصل الحرب، او تاني يوم الشرطة ومديرة الشرطة عاوزين يقبضوا عليه، والارهابيين عاوزين يموتوه عشان السلاح اللي خدوه منهم. حتى عضو المجلس العبيط ده هو جاب شوية ناس تبعه، قال يعني عشان يموتوه عشان هو ايه مغلول منه يعني. كله اتجمع في اليوم ده. وهنا بنشوف شوية الرجالة اللي هم تبع عضو المجلس دخلوا المكان، وكان ايجل في المصنع وجنبهم عربية السلاح اللي كان فيها جهاز التتبع. حتى ايجل بيقول لصاحبه انه عرف ان العربية في حد جاي وراها، وبيسأل على العدد، قال له 25 راجل وفي واحدة طعم على البنت اللي اسمها بادمة دي. وهنا صاحبنا العبيط ده اللي هو تبع عضو المجلس بيقول له انا جبت لك عصابة. قام ايجل مغمض عينه وبيعتمد على زميله في تحديد اتجاه العدو والضرب مباشرة. والله حاجة حلوة يا جماعة. زميله يقول له شمال شرق 2 اضرب، وهو يروح ضارب وموت، وهكذا. والعبيط ده بيقول له انت كده بتغش، ازاي مسدس قدام سكاكين؟ احنا معانا سكاكين يعني بس، وانت معاك ايه رشاشات؟ قام هم خدوا اسلحه وهو بالسكين يقطع فيهم. وزميله خد العربية بتاع السلاح ونزلها المخزن اللي بيعينوا فيه السلاح، وقال للبدمة انا عارف انك هنا، يلا اطلعي اطلعي يلا عشان تتفرجي على العرض. وراح مكتف على كرسي. بعد ما خلص ايجل عليهم فضل العبيط ده قام فرتك رجله، وراح محمل الميتين في العربية وقال له اطلع للي بقى. فتحوا عليهم، والعبيط عدو المجلس بيقول ايه هم ليه كلهم حاطين الزنجفير الاحمر في راسهم؟ فالراجل التاني قال له يا عبيط دي رصاص، اهرب اهرب من هنا بسرعه. وهنا يا جماعه مديرة الشرطه بتقول له انا بعت لك فرقه كامله احرق المكان باللي فيه، يعني الحرب هتبدا والدنيا هتخرب دلوقتي. وطلع ايجل العضو المجلس ده وقال له هتفضل في مكانك ده لمده 24 ساعه، هتشوف نار في المكان ما شفتهاش في حياتك، ولو مشيت وما سمعتش كلامي هموتك موتة شنيعة. ولما حب يتزكى ويمشي يعني، قام ايجل راح ضرب رصاصة بالقناصة بتاعته في صورته على العربية. والظابط شاف الفرقه واقفين والدنيا كلها حواليهم مفتوحه، قال لهم انتوا كده مكشوفين. قالوا له انت مالك، احنا جايين تبع الرائد فلان الفلاني واحنا هنخلص مالكوش دعوه. قال لهم طب بس ادوني محاوله، انا هخش اتكلم معاه، بس لو حصل لي حاجه يا ريت تتابعوا مع المديره بتاعتي احسن. وهنا الضابط وصل يمكن يعرف يتكلم معاه بدل الحرب اللي هتحصل. ولما دخل الضابط يا جماعه بيقول لهم انا بتاع الكابلات، عاوز اصلح الوصلات هنا بتاع التليفونات والحاجات دي. قام مديله ظرف فيه صوره وهو بيتابعه، يعني انت مكشوف من زمان يا معلم. وقال له مش هتطلع من هنا غير بامرنا احنا. ونزلوه تحت في مخزن الاسلحه، وشاف الضابط ان ايجل مراقب الوضع كله من بره من خلال الكاميرات حتى الفرقه الخاصه بتاع الشرطه. وهنا وصل مجموعه من الارهابيين والمناضلين بتوع الجهاد اللي ايجل سرق الاسلحه بتاعتهم وعاوزين يدخلوا. العمليه هتولع دلوقتي. بدأ الاستعداد واطلقت صافره الانذار من القصر. صاحب القهوة راح نايم على بطنه، وعضو المجلس بيقول له ليه؟ قال له لو عايز تعيش انزل معانا. عمل فيها الخضرة الشريفة وراح واقف، ودول حاولوا يدخلوا، ولكن عامل الاسوار يا جماعة عبارة عن ترسانة اسلحة، يضرب ظرف من القناصة بتاعته والكل يضرب معاه. شغل عالي يا باشا، النسر اشتغل. وهنا مديرة الشرطة بتقول للفرقة ديت خليكوا بالليل عشان نعرف نهجم عليه.
معلش بقى يا جماعة، المخرج دلوقتي بيودينا للصحفية تاني، وهنخلي اللي هيحصل في الهجوم ده والدمار وايه اللي حصل في اخر الفيلم. المهم الصحفية دلوقتي بتسأل ليه هو بيعمل كده، ووصلت لصاحبنا زميل ايجل وبتقول له ايه علاقة البنت رشانة اللي هي صاحبة الارض دي اللي هو ايجل يعني خد القصر بتاعها دي وعامل فيه المصنع ده، عشان نعرف اصل الحكاية ايه. وراح حكي لها الحكايه وبيقول لها ان كان معاهم عقد بقتل ضابط شرطه اسمه كالي، ولكن للحظ جت البنت الحلوه دي اللي اسمها رشانه في الوقت ده، وايجل قعد يبص عليها من عدسه القناصه بكل اعجاب، ونسي المأموريه اصلا وما قتلش الضابط، وبدأ يتابعها من اللحظه دي. وفي مره وقفها مجموعه حراميه، وكان ايجل بيراقبها من فوق من خلال العدسه بتاع القناصه زي ما قلنا، ولكنه اتصرف معاهم بطريقته. والبنت مستغربة وخدت حاجتها وكأنها بتقول مين اللي ساعدني ده، وبدأ يجي اللي يحبها يا جدعان من اللحظة دي. وزميله جمع معلومات عنها انها من الهند وبتحب القطن جدا، بتستورده من الهند وبتعمل بيه فساتين جميلة جدا، ونفسها تنجح هنا في بلاد بره. نفسها وحلمها ان القطن الهندي يتعرف في العالم، ولكن في المسابقة بتخسر رشانة، ولكنه قام مفرقع بالونة عليها وعشان يعني يفرحها يعني. والبنت الصغيرة ديت، وخدوا بالكم دي بنت الضابط اللي هو كان كانت المأمورية ان هو يقتله. البنت الصغيرة دي تلميذة عند رشانة دي، لانها كانت برضه مدرسة. ولحظة ايجل راحت عليه وقالت له يا روميو انا هساعدك توصل لها. رشانة حست ان في حد معجب بيها، ولكنه فوق في مكان ما. شايف الراجل اللي بيضرب البنت دي؟ انا زعلانه منه، انا عاوزك تضربه في رجله هنا. يلا ايوه ده انت موجود بجد بقى. ورفعت يافطة بتقول له انا عاوز اشوفك، حتى انها بتخليه يختار ليها الفستان اللي هتلبسه بطريقتهم. وفازت اخيرا في المسابقة، والبنت الصغيرة هي اللي جمعتهم مع بعض في المكان ده وجريت، وحبوا بعض يا جماعة لحد ما اتجوزوا. وهي حامل دخل مجموعة من القتلة موتوا كل الاطفال والبنت الصغيرة كمان، ومراته ماتت في المستشفى. وان اللي قاموا بالعملية دي هم من الارهابيين اللي كان ايجل وزميله ساعدوهم في الهروب بالاسلحة من الشرطة. يعني مراته ماتت بسبب الاسلحة اللي هو كان السبب في دخولها للبلد دي. ومن هنا قرر ايجل ان حربه بعد كده هتكون ضد اللي بيوزعوا الاسلحة، ومش هيخلي اي عملية تهريب للاسلحة دي تتم طول ما هو عايش، وهيحارب اي حد بيجيب اسلحة تضر الناس والبلد. يعني كده شغله هيبقى في الخير بس بعد موت مراته والبنت الصغيرة اللي صحوا ضميره تاني. كده فهمنا شوية يا جماعة من أصل الحكاية. تعالوا بقى نرجع للحظة اللي كان فيها الهجوم على إيجل والقصر من الشرطة والإرهابيين وغيرهم. جه الليل ومع الضرب قدروا يصيبوا إيجل في كتفه، وحطموا البوابة يا جماعة وكسروها، وكلهم بقوا مبسوطين يعني إن البوابة وقعت، يعني كده القصر اتهد. دخل مجموعة من الإرهابيين، ولكنه نزل لهم بعربية مدرعة بالأسلحة وصفاهم، وكمان نزل بنفسه يقتل فيهم. الجو غيم من كتر الرصاص، وعمل درع لنفسه من الأسلحة ونزل يكمل عليهم. وبتاع الطيارة مرعوب منه، حتى كان في جهاز في التمثال كان مجهزه ايجل بالأسلحة. كل ده والشرطة بتتفرج يا جماعة. ونزل وابل من الرصاص عليهم وفجر الطيارة، والكل انسحبوا انسحبوا. وراح موقف البوابة لوحده تاني يا رجالة، والكل موهوم بالمنظر. يلا روحوا. وده بيقول لها ده شكله مش هيسيب ارضه ومش هيرضى بالهزيمة، ده عاوز ضربة جوية تدمر المكان كله. ونزل تحت عند الاسلحة وقعد يقول للظابط كلام حلو. الخلاصة يعني ان هو برضه هيفضل يحارب كل الاسلحة غير المشروعة في اي مكان في العالم. وهنا وصل يا معلم مين؟ وصل الظابط كالي ابو البنت الصغيرة اللي ماتت مع مرات ايجل في الهجوم. وعلى فكرة كان مسجون لان بعد موت بنته قعد يقتل في الناس بلا رحمة، وفي دماغه ان ايجل هو السبب برضه في موت بنته، قعد يضرب فيه وايجل ساكت.
واول ما كالي قال له انا هرجع كل الاسلحه دي لمكانها الاصلي عشان احرق قلبك على اللي انت عملته، قام عليه ايجل وقعد يضرب فيه. لا انت حد هنا وقف، وبيقول له 16 حكومه وكذا دوله ما عرفوش يوقفوني، هتيجي انت توقفني؟ لا ده حلم مراتي قبل ما تموت، وده كانه عقد معايا مدى الحياه، حتى لو البلد كلها وقفت ضدي محدش هيقدر يرجع الاسلحه دي تاني او ياخدها مني. وهنا يا جماعه سكتوا عن الضرب، وكأن ايجل بيفكروا بالتضحيه اللي هو عملها عشان خاطر الضابط ده من زمان، حتى ان زميله بيحكي للصحفيه وبيقول لها دي اعظم تضحيه في التاريخ محدش يقدر يعملها. وراحت الصحفية لكالي عشان تسأله عن البنت الصغيرة. اتاري يا جماعه بقى لما مرات ايجل كانت في المستشفى قبل ما تموت خلفت بنت، وعشان يعوض كالي عن موت بنته راح مربي بنته على ان ابوها هو الضابط. واول ما طلع من السجن وراح المدرسه البنت جريت عليه وبتقول له ابي. كان ايجل يا جماعه بيربيها بعيد عنه وبيكلمها على ان هو على اساس ان هو مسافر يعني، وعلى ان هو الضابط كالي. حتى الصور اللي كانت مع البنت لابوها ان هو الضابط كالي، يعني ضحى ببنته عشان خاطر ايه بنت كالي ماتت، فيعني اداله بنته مكان بنته يعني. نرجع تاني بقى للحرب، مش بقول لكم مخرج مدوخنا بس والله الشغل عالي يا جماعه. راح ايجل مفعل تفجيرات ان هي تفجر المبنى كله وطلع كل الموجود معاه وفضل هو بس، ودي قالت للطياره تراجعي الهدف سوف يفجر نفسه بنفسه. وطبعا التفجير حصل في المكان والكل بيحسب انه ان ايجل مات، بس في نفس الوقت مش مصدقين ان هو مات. حتى الصحفية يعني بتقول له يعني واحد بكل الكلام اللي انت قلته عليه واللي انا سمعت عنه ده استحالة يموت كده بالسهولة دي يعني ويموت نفسه كده، اكيد عامل لنفسه طريق للخروج. وبالفعل بعدها بكام يوم وصل لمديرة الشرطة دي اخبار عن مقتل عصابة اسلحة، وده الرصاص اللي لقناه في المكان، فعرفت كده ان هو لسه حي وبينفذ برضه العمليات دي. وبالفعل يا جماعة ايجل لسه حي وبقى معاه جيش كامل تبعه، وكالي بيقول للصحفية ولكنه غير مرئي محدش عارف يمسكه، وتريه قاعد جنبهم بيشرب شاي. استعدوا للحرب وانتظرونا مع المخرج لما يعمل الجزء التاني. وتوتا توتا خلصت الحدوتة، وما تنسلاش بلايك واشتراك وسلام.